سابقا بلدية عبد البر، ناشط سياسي وجيه في الولاية ككل، مقاطعة عبد البر بصفة خاصة. راني بعد شاكر للقناة اللي تحت لهذا اللقاء، ونثمن به لنختار نشفي ضميري عن شيء خالق لنا هنا على مستوى هذه المقاطعة اللي هي مقاطعتنا اللي ترعرعنا فيها وخلقنا فيها الحمد لله إلى اليوم. ما أن الحمد لله من الناس اللي قد سافرت بعيد خارج الوطن والله تقضي عنه، كنا لين نفوت ولا ليلتين والله لا ثماننا في عبد البقر والله في الحوزة الترابية لمقاطعة عبد البقر، وذاك عنده لنا تأثير متين من ناحية شغل الوطن. اليوم نختار نتكلم هون عن، على كل حال شاكر فخامة رئيس الجمهورية لهذه الزيارة، لولاها ما كنت نجبر هذه الفرصة نعبر بها عن ضميري، وشاكر حتى ومذمن ذيك الإنجازات كاملها اللي وعدلت في ظل هذه المأمورية الماضية والمأمورية التافرتها للسنة اللي فاتت انضاف منها، هذا كامل مذمنه. ونقول له علنا بعض احنا بعد بالنسبة لنا لعبد البقر شاكرين مذمنين. هذا قضية طريق عبد البقر أمر هو شفانا فيها نهار في اللقاء اللي خلق، والتكرار ما هو زين عندي انت مكرر المسائل اللي انا ذايق على انه هو ذاك القال يدور يعدل ان شاء الله، وذي المره شارف عليه اشراف حقيقي. وتوه ذيك المناسبه لا نقول مولي علينا احنا هذا مذمنين هذا الدور وهذه المقاطعه اللي وعدلت لنا هون مقاطعه وفعلا عنها عادت مقاطعه وفيها جميع المعايير. يا غير عندنا معيار نعانوا منه نختاروا نتكلموا عنه. شنو ذاك المعيار؟ معيار على ان احنا مقاطعه وعندنا حوزه ترابيه، وذيك الحوزه الترابيه مكونات المقاطعه كامله عندنا. يا غير ما عندنا اطار اليوم معين بالنسبه لنا في منصب ذو سامي نقد نقولوا هذا واحد من العد البقر. هذا بكل احترام للاخوه والجيران والناس اللي في زرنا. يا غير احنا نعطات لنا استقلاليه، الله تعود استقلاليه تامه. احنا فعلا كنا مركز اداري وتابع المقاطعه، وذيك المقاطعه كنا احنا هم المغذين لها في جميع المناسبات السياسيه. هذا يعلموا مولانا وهم اللي يعرفوا والدوله تعرف اللي ذيك الساعة الحمد لله عندنا عدد المسجلين على اللائحة الانتخابية تقريبا 2008 2009 يناهز 3000 على مستوى مقاطعة مرش، ومركز عبد البقر والله بلدية عبد البقر ما يناهز 12000 عدد المسجلين. بذيك المناسبة اليوم نختار فخامة رئيس الجمهورية يعطينا لفتة كريمة، إياك تكمل مقاطعتنا هذه. اللفتة احنا عندنا الحمد لله الأطر، عندنا الدكاترة، عندنا الكوادر الكبار اللي كل منصب سياسي فاتوا شغلوا مناصب سامية، يقال اليوم ما يشغلوش. واحنا عندنا مقاطعة للأسف محسوب علينا قدر من أخوتنا وجيراننا وأهلنا وأخوتنا، يقال ما هم في الحوزة الترابية اللي يلا تنحسب لهم على المقاطعة. أنا بالنسبة لي نقول على أنه العبد البقر حد يعود عنده دار، والله ابوه ماتهم، والله امه ماتتهم، والله قد سكنهم، هذا راسمنا العبد البقر. يقال ان احنا تشركنا حوزه ترابيه على انها مقاطعه كبيره، والله حوزه ترابيه خارجه عن المقاطعه. انا بالنسبه لي هذا بعد ما نحسبه من اهل المقاطعه، يقال نحسبه من اهل الولايه ونحسبه جار ونحسبه اخو. يقال المقاطعه قبال اهلها بالنسبه لي اليوم ما فيهم حد معين في منصب سامي ذاك وهو. ونختار وطالب من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزواني إعطاء أهمية لهذا، والنظر في الرواية اللي معدلة في التعيينات اللي معدلة له العبد البقر. هاي التعيينات له العبد البقر قليل ذاك اللي نحسب اليوم ما فيهم 5 مدراء عامون.
ما نقدر نحسبها 5 مدراء عامون محسبه على شيء قال له مقاطعه عدى البقر، وإحنا الحمد لله لين نقولوا مقاطعه مرج وعدى البقر محسوب عليها قدر من الأطر، ومحسب عليها الوزراء، وحسب عليها المدراء الإداريين والماليين، غير هذا خارج عن الحوزة الترابية للمقاطعة. وخالق إياك الصنعود واضحين. عد البقر تأسس 1963، ومؤسس راشد ينقال له محمد لنا والد قنيفي دهالي، هو أول حاكم في عد البقر، رئيس مركز عد البقر. ومعاه والديان المتكلم ينقال له بابا والمولى عبد الله، خريج من سان لوي دو دكار، انفريمير برينسيبال سورتان دو سان لوي دو دكار. ياك فهمت؟ وجا هون وانا كنت دائما لا معاه، ونقول له بابا شنو هي الحيله اللي عدلتوا بها عد البقر؟ يقول لي عد البقر، وانا قال لي لا طبيب، والحاكم هو الرئيس، هو اللي يمثل رئاسه الجمهوريه. انت قال لي، يقول لي الين يجيني حد يوجع راسه، الين يجيني حد عليه الحمى، نقول له انت حاكمك الطرف. الين يقعد في الليل يقوم محمد لنا يعدل معنا حديث، يقول لهم موريتانيا رايه قبضت الاستقلال هاك وهامها تعدل. هذا البلد اصلا ينقال له القط، ما كان ينقال له عدل البقر، القط. لين داخل لكم شوف شي خالقه طالعه يقولها تاقاطي بوبني والقط والبيض وعقد واجب جنبرات، هذا هو القط. يا غير جات منه عدل البقر، لاش؟ على اساس ان هذه الحوز هذه ناس كامله بدو وعندهم الاهداف اللي البقر والغنم.